تعليقك على ما يحدث، وتحديدا فيما يعني لفت نظرنا جميعا أنه حتى قياداتهم هي من تحمل السلاح. وشيء آخر أيضا، هل موت كثير من قتل كثير من القيادات الآن يضعف هذا الجناح، يضعف ممارساتهم على الأرض، أم هناك دائما إنجاب مستمر لقيادات على الأرض موجودة؟ بالحقيقة أنه الحركات التي تقود حروب وهي لها فكر عقائدي، من الصعب جدا 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 معرفة حجم القيادات عندما تفقد وما هو مدى تأثيرها، لأنها الأول هي تستخدم أسماء مستعارة، ثانيا أن هذه القيادات لم تكن ظاهرة على العيان، لا أحد يعرف حجمها أو قيمتها الحقيقية داخل الميدان سواء في القيادة أو في الجبهة. فهؤلاء لا أحد يعرف مدى. نحن نسمع عن سقوط قتلى لهم من قياداتهم منذ انطلاق الحرب، ولكن لم تتأثر المعارك حقيقة سيرها على الأرض، لأنه الأسماء التي كلها أسماء مستعارة، لا أحد يعرف تاريخها عسكريا، لا أحد يعرف مدى تأثيرها، مدى قيمتها الحقيقية في المكان، ما هو نفوذها. فبالتالي أعتقد بأنه من الصعب جدا اختراق هذه الجماعة التي مكونة عقائديا. لكن المشكلة الكبيرة جدا هي أنه دائما الجماعات العقائدية ولا سيما الحوثي استغلت كثير من مظاهر اللاوعي والفقر والجهل في تلك المناطق، واستطاعت إقناع الناس بمبدأ قدسية السيد ويجب اتباعه والسير خلفه، والسير خلف شعارات وهي مثل حرب ضد أمريكا وهم على الأراضي اليمنية ولم يقاتلوا ولم يجدوا جندي أمريكي واحد. فبالتالي من الصعب جدا إذا هؤلاء منذ 10 أو 12 سنة يرفعون هذا الشعار ويعتقدون بأنهم يقاتلون الأمريكيين والإسرائيليين وهم يقتلون اليمنيين ويفجرون منازلهم وينهبون المؤسسات اليمنية ويهتكون بالنسيج الاجتماعي. فأعتقد أنه صعب جدا أن نستطيع اختراق مثل هذه الجماعة بهذا الشكل. نحن بحاجة إلى ثورة فكرية حقيقية لمساعدة كثير من الجنود الذي استطاع الحوثي استغلال وضعهم المادي والفكري ليسيروا خلفه كالقطعان. هناك كثير من العوائل والأسر لا تعلم مصير أبنائها، لا يوجد لهم جثث، لا يوجد لهم تواريخ أين ذهبوا، أين جثثهم، لا أحد يعلم عنهم شيء. بالإضافة إلى شيء مهم جدا وهذا ما يجب أن يفتح فيه تحقيق دولي وكبير جدا، وهو أن الحوثي خلال المعارك الكاملة لا يوجد لديه جرحى في المعارك. أين يذهب جرح الحوثي؟ لماذا لا نجدهم في المستشفيات كما حصل مثلا في المقاومة الجنوبية أو في تعز أو في الجبهات الأخرى أو في مأرب؟ أين يذهب بالمقاتلين؟ هناك كثير يعتقدون بأنه من يجرح في معارك الحوثي يتم قتله من قبل رفاقه، لأنه يجب أن لا يعود أحد من هؤلاء لأنهم يشكلون عليه عائق، وهذا سؤال كبير جدا. لا يمكن يا سيدتي بأنه خلال أكثر من سنة و8 أشهر من الحرب لا يوجد للحوثي يعني جرحى معروفين إلا من هم من أسر كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا. صحيح. أما الأفراد الذين هم في الجبهات الحقيقية ومن الطبيعي جدا بأن يجرحون كل يوم وبالعشرات لا يوجدون لا في المستشفيات ولا في منازلهم، لا نجد لهم صور، لا نجد لهم مناشدات، لا نجد أهاليهم يتكلمون. هؤلاء كانوا ضحايا أخر أيضا لمؤامرة الحوثي، الذي من تخلف من الحرب أو عاد له فكره أو جرح داخل الجبهة يتم تصفيته وقتله، وهم على فكرة بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف. بالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا أمام حركة عقائدية متخلفة اختراقها في صعوبة كبيرة جدا، ولم يتم اختراقها إلا من داخلها. وفكريا عسكريا سوف يظلون هؤلاء إلى أبد الآبدين، لأنهم مثل ما ذكرت ضيفتك هم نشأوا من رحم الحرب ومن رحم المعاناة، وبالتالي سوف يستمرون على هذا النهج ويعتقدون اعتقاد جازم بأن لا وجود لهم ولا كيان ولا قيمة حقيقية لهم إلا إذا انتصروا عسكريا، وهم مخطئون بذلك. إذا ما تركوا السلاح وعادوا إلى أي تسوية سياسية قد يحصلون سياسيا، قد يحصلون بالمفاوضات السياسية أكثر مما سوف يحققونه عسكريا إذا ما التزموا بالدستور والقوانين وقبلوا المجتمع وظنوا أنهم جزء من المجتمع وليسوا هم المجتمع، وأن الناس يجب أن ترضخ لهم أو لأفكار سيدهم. ألا تجد أن هناك تناقض بين جماعة تبحث عن الحكم وعلى السيطرة على سدة الحكم وهي ترسل مفوضيها إلى ساحة القتال؟ على العكس تماما، هذا ما يفترض أن تفعل هذه الجماعة. الجماعة في الحقيقة ليس لديها عمق سياسي حقيقي، ولكن على مبدأ أن هناك فيها بعض الفكر من هذا النوع، وبالذات في تحالفها مع المخلوع صالح جعلت لها يعني ما يسمى جناح سياسي. هو مغالطة في ذلك، هي لا تؤمن أصلا بالسياسة والمفاوضات مع الآخرين بقدر ما تؤمن بالحق الإلهي المقدس لها. هي تعتقد هذه الجماعة بأن ما تبحث عن حكم البلد
هو حق مكتسب لها يجب أن يرثه الأجيال خلف الأجيال، وبالتالي هي اعتقادها الجازم في قتالها ومفاوضتها هو تحصيل حاصل فقط وإمداد للحرب ومحاولة الإرضاء للمجتمع الدولي على أساس أنها موجودة. لكن لم يحصل خلال تلك، وأتت فرص كبيرة جدا لها خلال الفترات السابقة في جنيف الأولى والثانية والكويت والمفاوضات التي حدثت تحت الطاولة مثلا في مسقط وغيرها من الأمور، لم تستطع هذه الجماعة اقتناس الفرصة رغم أنها تحتضر عسكريا على الأرض ولا يوجد لديها شيء ما تراهن عليه. على ماذا تراهن هذه الجماعة في الأساس؟ على ماذا تراهن؟ هل تراهن على أن أبناء تعز مثلا؟ طبعا أنا عندما نتكلم أن الجنوب لديه قضية أخرى مختلفة ولم يقبلوا بهم أبدا، لكن مثلا هل في تعز أو في مأرب هل يراهن هؤلاء أنهم سيعودون غدا ويحكمون أبناء تعز أو البيضة أو مأرب الذين قتلوا أبنائهم وشردوهم؟ هل يراهنون على من حاصروا أبنائهم في المستشفيات وقطعوا عليهم المياه والأدوية؟ على ماذا يراهن هؤلاء للعودة إلى الحكم مرة أخرى؟ فعلا أستاذ أحمد كلامك صواب كله، لأنه فعلا جماعة لا تبحث عن هدف في رأسها فما بالك على أرض الواقع. إذا مشاهدينا ابقوا معنا فالتفاصيل كثيرة، وما زال ضيفي مستمرين معي عبر الستلايت وفي الاستوديو أستاذة ميساء. نلتقيكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. نراها الآن على جبهة صعدة حتى على الأقل بما تمتلكه من جبال شاهقة، وهم أدرى بشعاب مكة، هم أدرى بما يدور في الجبال وما يدور حولها، وقد يكونوا مأمنين نفسهم، وهذا فعلا ما يحدث. اختراق هذه الجبهة كيف سيكون؟ في الحقيقة بحكم معرفتي الشخصية بصعدة، أنا زرتها أكثر مرة من كافة الاتجاهات، من علب ومن البقع ومن عدة أماكن، وأعتقد بأن الاختراق الذي حصل حقيقي وله قيمة حقيقية هو من اتجاه البقع، وإذا اتجهوا كتاف باتجاه صعدة غربا. لكن من اتجاه علب وباقي من هذه المنطقة أعتقد بأنه سوف يحصل هناك إشكالية كبيرة جدا. المنطقة هناك من الصعب جدا جدا التقدم فيها بريا، لأن هناك فواصل شاهقة كبيرة جدا بين الحدود اليمنية والحدود السعودية لا يستطيع أحد العبور لها، وبالتالي المتارس الحوثي وأماكن جبهاته سوف تكون محصنة إلا من الطيران طبعا، وبالتالي لا يستطيع الطيران اختراقها كاملة. قد يستطيعون استخدام المدفعية عليها، لكن هذا من اتجاه علب. أما من اتجاه البقع بحكم المنطقة فيها نوعا ما سهول وصحراوية باتجاه كتاف، قد هناك يحدث اختراق مثل ما حصل تقدم باتجاه كتاف ومن ثم إلى صعدة إذا ما تم تأمين المناطق المجاورة ومحاولة استقطاب كثير من القبائل مثل قبائل وائلة وبعض القبائل الأخرى التي جزء منها أيضا يناصر الشرعية ويقف ضد الحوثي، بحكم أنهم تضرروا كثيرا من حكم الحوثي ولم توالي له هذه القبيلة على مستوى على الخصوص، لأنها قبيلة كبيرة وعريقة ولديها ثأر كبير جدا مع الحوثي. فإذا ما تم استقطاب رموز هذه القبيلة ومحاولة تحييد من استطاعوا تحييده لأنهم هم على الطريق، أعتقد بأن هذه الجبهة سوف تكون فتاكة وكبيرة جدا ومهمة ومؤثرة تماما، لأنها فيها مناطق ومساحات كبيرة جدا يستطيعون التحرك فيها، والمنطقة اضطرادية طلوعا في الجبال مختلفة تماما عن منطقة علبة التي هي مستوية تماما وفيها إشكاليات كبيرة ومنحدرات لا تستطيع أي قوات برية التقدم فيها برا والالتحام مع القوات الأخرى بحكم طبيعتها الجغرافية المعقدة جدا. أعتقد بأن اختراق جبهة البقع هو حدث نوعي ومهم وكبير جدا إذا ما تم رفض هذه الجبهة بكاسحات الألغام التي تأثرت منها أفراد المقاومة ورأينا ذلك، ومساندتهم أيضا بالطيران بشكل صحيح وسريع ودقيق أيضا. أعتقد بأنها جبهة سوف تؤثر كثير جدا، وأيضا سوف تفقد الحوثي كثير من توازنه، لا سيما بأن يظن بأن هذه المنطقة مقدسة بالنسبة له وأنه من الصعب أحد أن يقترب منها. فمجرد أن تقترب الناس إلى كتاف التي تبعد عن البقع تقريبا 62 كيلومتر سوف تكون صعدة على مرمى المدفعية ومدينة صعدة عامة وبعض المناطق الأخرى التي يتواجد فيها بعض القيادات المهمة ورموز الحوثي على رأسهم عبد الملك الحوثي. وأعتقد بأنها سوف تغير الخريطة العسكرية على الأرض إذا ما تم الصدق في هذه الجبهة ودعمها دعم حقيقي، وليس كما حصل في بعض الجبهات الأخرى التي يتقدم فيها المقاومة أو الجيش لفترات كيلو و2 كيلو ثم تنام أو تخمل لمدة شهرين أو 6 أشهر. كما أن هناك إشكالية أيضا في الجبهات الأخرى يا سيدتي. يعني المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة تكلم في شهر ديسمبر ليس الماضي قبل الماضي بأن لديه 100,000 جندي، يعني عدد كبير جدا من الألوية والجنود والعتاد أيضا.
هناك جبهات أخرى لا يوجد لديها دعم عسكري حقيقي على مستوى الجنود وعلى مستوى العتاد، مثل جبهة البيضاء. هذه الجبهة المنسية التي لا أحد يسأل فيها ولا أحد يعلم حال الناس هناك الذين يعانون كثيرا. لا توجد إلا قبائل قليلة من الزاهر والحميقان وبعض القبائل الأخرى تناصرهم بعتاد وإمكانيات بسيطة جدا ومتواضعة، مع العلم بأن هناك طريق يستطيعون الوصول إليه لرفض هذه الجبهات من اتجاه مناطق جنوبية محررة. فما الذي يمنع هيئة الأركان العامة بدعم هذه الجبهات بالعتاد وبالأفراد لتستطيع أن تحقق تقدم، لا سيما بأن الناس ثبتوا هناك بإمكانيات بسيطة ومحدودة جدا، وما يجعلهم يثبتون هي عقيدتهم وأرضهم وقتالهم على حدودهم وعلى أعراضهم. لماذا لا تدعم هذه الجبهة بشكل حقيقي وفعال لتستطيع أن تردع الحوثي وإعادته مرة أخرى، ليستطيعون تأمين منطقة أخرى محافظة البيضاء والتوجه باتجاه رداع والمناطق الأخرى باتجاه ذمار. صحيح. أيضا من اتجاه تعز، لماذا لا تدعم جبهة تعز بعدد من 2 أو 3 ألوية ب10 أو ب20 ألف جندي من المخاملين في جبهة نهم أو في صرواح الذين فقط يصرف عليهم كالقطيع ولم يقدموا أي شيء حقيقي وحاصل على أرض الواقع ونشاهده رؤية العين للأسف الشديد. أستاذ أحمد، مع هذه الأحداث المستمرة والمتسارعة على الساحة اليمنية المشتعلة، نتحدث عن خرق للهدنات، نتحدث عن حالة مأساوية اقتصادية وإنسانية، نحن نتحدث عن رصيد إنساني يسقط يوميا ما بين قتيل وما بين جريح وما بين جائع يبحث عن لقمة العيش وسط الحرب. ما رأيك فيما يحدث؟ في الحقيقة أننا وصلنا إلى مرحلة محزنة جميعا في الحقيقة، وإحباط وحالة يأس كبيرة جدا. الميليشيات بطبيعة الحال هي عصابات وميليشيات لا تحمل هم المواطن ولا تعي معنى دولة أو مسؤولية أو التزامات سواء للمجتمع أو لدول الإقليم أو للعالم، فبالتالي اللوم عليها يعني عامة من قبل الإقليم أو من المجتمع الدولي يعتبر استهلاك للوقت فقط. هذه الميليشيات لا تؤمن إلا بلغة الردع ولغة القوة، وللأسف الشديد بأن الأطراف التي اليوم في الوسط على سبيل المثال الأمم المتحدة تتعامل مع الميليشيات على أساس أنها طرف وما يخاطب به المجتمع الدولي. كل الأطراف يتعامل مع الميليشيات ند للدولة للشرعية وللدول التي تقف خلفها التي هي مدعومة بقرارات الأمم المتحدة. نحن وصلنا إلى وضع للأسف الشديد مأساوي ومزري جدا على الوضع الاجتماعي في الداخل، يعني الناس تعاني معاناة كبيرة جدا، لا يوجد هناك أفق حقيقي، لا يوجد هناك نقطة ضوء في آخر النفق هذا من أجل الناس يكون لديها أمل أو بصيص أمل سواء للعودة إلى ديارها، لإعادة إعمارها، لجبر كسر هذا الشعب الذي عانى كثيرا. أعتقد بأن هناك مشكلة كبيرة جدا ولا يوجد أي أفق حقيقي نستطيع الرهان عليه لنراهن لنرى أن الناس تستطيع أن تعود إلى وضعها الطبيعي، وسواء عن طريق سلام أو حتى عن طريق حسم المعركة عسكريا. أعتقد بأنه إذا لم يكن هناك حسم حقيقي للمعارك عسكريا على الأرض في المراحل القادمة الأسابيع القليلة القادمة، أعتقد بأننا سوف نكون أمام دولة كاملة وشعب كامل منكوب وأزمة جوع. وأعتقد بأن هذه الأزمة سوف تعم كافة المناطق، وقد رأينا الصور المحزنة جدا في تهامة في الحديدة التي لم يلتفت العالم لها ولم يسمع صوت هؤلاء ولم يحاول حتى مساعدتهم ومدد العون لهم عن طريق منظماتها التي يتشدق بها. نحن أمام كارثة، وبالتالي يجب على الجميع تحمل مسؤولياتها، الحكومة الشرعية بالدرجة الأولى وسلطاتها ودول التحالف أيضا الأمم المتحدة، الجميع معني. أما الميليشيات فهي عصابات لا ترضخ لمعنى الدولة ولا تعي معنى المسؤولية والالتزامات، وبالتالي بدليل ما يحدث ليست مسؤولة حتى في الهدنة، هي ليست مسؤولة. هذا ما أردت الإشارة إليه. بدليل ما يحدث الآن من خرق للهدنات على مع استمرار الوقت، وكأنهم يتحدون العالم أننا لن نقف ولن تتوقف حالة الحرب. كنت حابة تعليقك كمان على عدم إيقاف إطلاق النار أو الخرق لهذه الهدنات. في الحقيقة هي ليست المرة الأولى، لم تحصل هدنة أو تثبت منذ انطلاق الحرب، هذه أعتقد أنها الهدنة الخامسة تقريبا. صحيح. لم تثبت أبدا، وأثبتت كل الهدن السابقة بأن الحوثي وميليشياته والمخلوع صالح أيضا هم من يبدأون في اختراقها، بل إنه وبالذات في تعز ما حصل يستغلون الهدنة للقصف الشعب ولعدم وجود طيران أو غطاء جوي من دول التحالف، فيستغلون للتقدم في جبهة تعز مثلا أو في غيرها من الجبهات. بالتالي هذه عصابة مثل ما ذكرت سابقا وليس لديها حس المسؤولية ولا أدنى. إن كان هناك الأمم المتحدة لديها من عقوبات حقيقية على من يخترق الهدنة سوف يكون قيمة حقيقية للهدنة.
لكن لا يوجد هناك أي ما تعاقب به الأمم المتحدة لأي طرف يخترق الهدنة، وبالتالي من السهل جدا أن تخترقها هذه الميليشيات، لأنها من أمن العقاب أساء الأدب، فهؤلاء سوف يخترقونها اليوم وغدا. وأيضا الهدنة عندما تعقد الهدنة هي تعقد من أجل إيصال مساعدات إنسانية. للأسف الشديد لم تنجح هذه الهدنة في إيصال ولا قطرة ماء للمستحقين، للناس المحتاجين لذلك. فعلى أي هدنة يتكلمون الناس؟ الحوثي يتقدم ويقصف ويقمع الناس في مناطقهم ويعتقل أيضا الناس ويحاصر عليهم معيشتهم، ولم يسمح لمنظمات الحقوقية والإنسانية بإيصال المساعدات للناس المحتاجين لذلك. أو للرصد حتى يستفيد منها الحوثي إعلاميا ويستفيد منها الحوثي أيضا عسكريا، أو للرصد حتى على ما يحدث على الساحة الآن. يعني حتى أستاذة ميساء شجاع الدين تحدثت في أنه لا توجد لجان تعلق أو تثبت أو ترصد ما يحدث على أرض الواقع، ولا نعلم ما هو السبب. صحيح كلامها، ولكن حتى إن وجدت لجان، إذا لم تكن هناك يد طولى تعاقب من يخترق الهدنة، فإنها لا قيمة لأي لجان ولا قيمة لأي هدنة في الأساس. حتى إن كانت هناك لجان وأخبرت مثل ما حصل اليوم، أثبتت كل الوقائع بأن الحوثي هو من اخترق الهدنة اليوم وفي السابق أيضا. فبالتالي لا يوجد أي عقوبات. الحوثي لا يوجد لديه شيء يخاف عليه حتى وإن اخترق الهدنة. ما هو الشيء الذي سوف يؤذيه؟ سوف تقول وسائل الإعلام بأن الحوثي اخترق الهدنة وانتهى الموضوع. وبالتالي هو لا يأبه لا بالمجتمع الدولي، إذا كان لم يأبه بالمواطنين الذين يعانون ويقتلهم ويشردهم، لن يأبه برأي المجتمع الدولي وهو مصنف أمام الأمم المتحدة بأنه عصابات. فبالتالي لا يوجد شيء أبدا. المعركة الحقيقية يجب أن تحسم عسكريا يا سيدتي العزيزة. غير هذا من الأمور هو الضحك على الدقون، والشعب سوف يعاني كثيرا والناس تعاني لا زالت. وأي شيء من قبيل المفاوضات السياسية مع هذه العصابات ما هو إلا تكريس وحرب جديدة أخرى. صحيح.